3 tools و 3 hacks عشان تحطي وتشيلي وتنضفي اللينسز. هلوز، معلش بقى احنا هنشتغل باللينسز الشفافة عشان الخضرة الحمد لله وشكر الله ضاعت. قبل ما نحط اللينسز لازم ننضفها، فهنستخدم الأداة دي الأول. هتفتحي دي كده، هتلاقي ناحيتين، ناحية مكتوب عليها R وناحية مكتوب عليها L. الR هتبقى في الرايت اللي هي اليمين، والL هتبقى في الشمال اللي هي الليفت. فاهمة؟ انا بقلبها كده وبفتح دي كده اهو. كده انا فتحت اليمين اللي هي دي. ناخد بقى اللينسز الار، نشيلها كده اهو بالراحه ونحطها ونقفل عليها. الناحيه التانية نفس الكلام. ولا هجيب بقى المحلول. انا مؤخرا سبت على رينيو وهنملى بيه العلبه بتاعتنا. حلو كده، نغطسهم في بعض. ايوه. في بقى هنا غطا ابيض وغطا ازرق. احنا بنقفل بالغطا الابيض وبنلف بقى دي كده. بصي الحركه دي بالغطا الازرق. العلبه دي تنفع لو انتي اللينسز بتاعتك جافه، انتي تقدري تغطسيها بس في المحلول وتغيري بس عليها الميه كل 24 ساعه، ويفضل انتي تحطيها في التلاجة. هتلاقي اللينسز بقت معاكي جديده. تبداي بقى تعملي كده عشان اللينسز تنضف. افتح بقى كده اهو بالراحه. بصي انا هحاول اظهرها لك، بس فعلا المحلول فيه رواسب فعلا بتمشي جوه. طب ما هنا في طريقه تانية بدل الهطل ده. انا كده بهدر محلول. في طريقه تانية بسيطه. اولا ان تغيري المحلول اللي في العلبه حتى لو مش هتستخدمي اللينسز كل يوم او كل يومين، يعني يوم او يوم لا. او ان انت تجيبي اللينسز على ايدك كده وتحطي المحلول كده اهو نقطتين. ده طبعا بتعملي كده وقت ما بتستخدميها، وطبعا تكون ايدك نضيفه وتعملي كده اهو. وطبعا طول ما العلبه نفسها مش نضيفه وما بتتغيرش كل شهر على الاقل، فولا كانك بتعملي حاجه. طيب انا كده نضفتها، عايزه احطها بقى. اول حاجه طبعا غسلت ايدي. تاني حاجه الم القصه عشان اللينسز ما تخشش، عشان شعري ما يخشش في اللينسز. التولز اللي معانا غسلناها، نعقمها بس كده احتياطي. اول طريقه وهي الطريقه العاديه النورمال اللي لا اله الا الله بتستعملها، هتنزلي ده تحت وعينك تطلع لفوق تحطي كده اهو. تاني طريقه، نجيب البتاع اللي احنا لسه معقمينها وهنحط فيها. ايوه، نسنطرها في النص كده. ايوه انت شايفه اهو. وبرده نفس الكلام، ايدك تحت عينك فوق. دخلت. بس سهله مفيش اي حاجه وما حسيتش بيها خالص. يعني هي يا دوبك اول ما عملت كده لقطت في عيني على طول. تالت طريقه احط بيها اللينسز. بصي يا ستي، انت هتمسكي بايدك الاتنين كده. طبعا دي في حاله ان انت ما عندكيش ضوافر، وهتعمليها كأن ايدك ملقاط وتفردي لجوه. طيب مارينا انا عايزه اشيلها ازاي؟ هقول. هتنزلي دي كده وبطرف صباعك هتنزلي دي كده، وبعد كده اتشالت اهي. طب مارينا انا ضوافري طويله قوي كده، انا هعور عيني. لا ما يرضينيش ان انت تعوري عيني. هتعملي دي كده كانها مخلب. هتنزلي بس بطرف صباعك دي كده وبصباعينك دول اتشالت اهي. بدول اللي هما دول. لا ولا رايح فين؟ ولا في طريقه تانية. في طريقتين كمان. هتعملي دي كده ودي كده وعينك كده. نزلت. بصي هي وقعت مش نزلت. انت خدي بالك وانت بتطلعيها اهي. الحمد لله لقيتها. اها 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 اها. بمنتهى البساطه واليسر. الهاك التالتة بقى، هنجيب التويزر او الملقاط او الفورسيبس. هننزلها بس حته بسيطه كده. دي افشل طريقه ومش هتنفع مع الناس اللي بتبربش كتير خالص. مش نافعه خالص. يعني انا مش عارفه اعملها، يمكن انتي تعرفي تعمليها. بس نرجع بقى كل حاجه زي ما كانت. بس زي الفل. باي.